بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال ديالكم نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات كيف كتشوفوا جيت نشارك معكم واحد ميني تشيز كيك ديال اوريو، كيجي رائع البنات كيف كتشوفوا، لا في الشكل ديالو ولا حتى في المذاق، كيجي فن البنات. ان شاء الله يا ربي تجربوه وينال الاعجاب ديالكم باذن الله. وقبل ما ندوزو للمقادير، اللي اول مره كتشوف القناه ديالي كنتمنى انها تدعمني بالاشتراك وتخليوا لي تعليق ولايك ان شاء الله يا ربي. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو 30 حبه ديال هاد كيكاس اوريو، هذا اللي كيكون اسود. ممكن البنات الناس اللي في المغرب كاينه واحد النوع البنات كيتباع هيدا بسكويت بحال هكذا، كيتباع غير درهم حتى هو هيدا بحال هذا الشكل ديال اوريو، ولكن هو ماشي اوريو. وقيلا كنظن الباكيه فيها 6 كتباع بدرهم، ممكن تعوضوه به يعني اللي ما جبرش اوريو، واللي جبر اوريو فاحسن، لان اوريو نتوما عارفين الماركه يعني مزيانه والمذاق ديالو حسن. صافي البنات كما قلت لكم غادي نحتاج 30 حبه عندي هنايا ديال اوريو، وعندي الزبده اللي غادي نخلط بها هاد البسكوي. اول حاجه البنات غادي نعملها هي غادي نزول هاد الكريمه ديال هاد الكيكاس، هذا غادي نطحنو غير كيكاس بوحديتو بهذا الشكل هذا صافي. وكريمه غادي نحتفظ بها باش نستعملها في الكريمه ديال التشيز كيك. صافي البنات هيا من بعد ما زولت الكريمه كامله، هيا كيف كتشوفوا عملتها بهذه حتى نستعملها في الكريمه اللي غادي تجي فوق هذا البسكوي. صافي دابا غادي نزيد عليها الزبده، غنزيدها مباشره البنات ونطحنها. بالنسبه للزبده يعني هذاك تقريبا المهم عندكم ميزانكم البنات، يعني ما عنديش شي قياس محدد، ولكن انا يعني عارفه هذا تقريبا شي 3 حتى 4 ديال المغارف ديال الزبده مذوبه. كما قلت لكم انا البنات كنستعمل هذه كتجي دايبه، هي مارغرين ديال الحلويات البنات كتجي دايبه. صافي غادي نطحن هادشي هذا صافي البنات. ها هو البسكويت ديالي من بعد ما تطحن كيف شفتوا البنات، طحنته انا بالزبده بكلشي. ممكن تهرسوها البنات وممكن زعما تهرسوا البسكويت بوحديتو وتخلطوه مع الزبده، يعني على حسب اللي ما عندوش مثلا ماكينه بحال هذه يهرسوه غير بشي حاجه وعادي كيخلطوه بالزبده. صافي البنات انا غادي نستعمل هاد ليمون هادو كيجيو على هاد الشكل هذا. هادو البنات انا كنت شريتهم من ليدل، ها هي فيني كارطونه ديالهم البنات، كيجيو 4 ديال هاد الدوائر وكتجي معاهم هادي باش كتضغط على البسكوي هادي صافي. وكتجي معاهم واحد الرفاده هي باش كتهزوا بها البسكوي على هاد الشكل هذا صافي. هادو بالنسبه للناس اللي مهتمين بهاد القوالب هادو صافي. وغادي نستعملوا مباشره البنات، غادي نعملوا في هاد الطبيصلات هادو يعني ديال التقديم مباشره باش من نبغي نهزو ما يتخسروا لي شي. صافي البنات غادي نعمل كل وحده بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نجيب البسكوي ديالي صافي البنات، ها هما على هذا الشكل هذا كيجيو. سمحوا لي البنات المقطع اللي قبل هذا تمسح لي، ماشي تمسح لي عفوا، كسحب لي واش كيصور هو ما كيصورش. ويلا اكتشفت بان الفيديو ملي كنت كنهضر ما كانش كيصور. صافي كيف قلت لكم البنات عملت 2 مغارف ديال هذيك البسكوي وضغطت عليهم بهاد القطعه هذه اللي كتجي مع هاد ليمون بهذا الشكل هذا البنات. صراحه كتساعد بزاف البنات وكتعدل يعني بسهوله ودغيا، وكتجي داكشي مزيون معوض على هذا الشكل هذا. ها هما البنات كيجيو معوضين ومضغوطين مزيان. صافي البنات غادي ندخلهم للنيبيره باش يشبروا في راسهم شويش، يعني ديك البسكوي يجمد مع ديك الزبده باش كيشبر في راسو مزيان صافي. ودابا غادي ندوزو باش نعدلو الكريمه اللي غادي تكون فوق هذا البسكوي.
بالنسبه للمقادير ديال الطبقه الثانيه البنات ديال هاد التشيز كيك، غادي نحتاجو هذيك الكريمه ديال البسكوي اللي زولناها، غادي نحتاجوها كامله البنات. وغادي نحتاجو نصف لتر ديال كريمه سائله، وغادي نحتاجو 300 غرام ديال جبن فيلادلفيا، او ممكن البنات تعوضوه باي جبن كريمي، يعني ماشي ضروري فيلادلفيا، اي جبن كريمي ممكن تعتمدوه. صافي. وغادي نحتاجو 3 ديال المغارف كبارين ديال السكر كلاصي. صافي. اول حاجه البنات غادي نخفقوا هاد الكريمه، عفوا هاد الجبن هذا غادي نخفقوه مع السكر ومع الكريمه ديال هذيك اللي زولنا مع داك البسكويت. غادي نضيفوا عليه الكريمه وغادي نضيفوا السكر كلاصي. صافي البنات، وغادي نطربوهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضيتهم. صافي البنات، من بعد ما نسجموا ها هما على هاد الشكل هذيك كتشوفوا. دابا غادي ندوزو باش نطربوا هذيك الكريمه السائله ديالنا. غادي نجيب هاد الطاوه هذه اللي كان فيها البسكوي، وغادي نطرب فيها هاد الكريمه هذه. هاد الكريمه البنات من الافضل تكون في النيفيره، تكون بارده مزيان باش كتطلع. انا عملتها البنات شويش في المجمد عاد خرجتها. صافي غادي نطربها مزيان باش نضيفها على الكريمه ديالي ديال الجبن. بسم الله. صافي البنات، هي الكريمه ديالي من بعد ما طلعتها كتجي على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نضيفها هاد الكريمه ديال الجبن، وغادي نحاول نمزجها بشويش غير بسباتولا البنات، ما كنحتاجوش دابا هذاك طرب. صافي البنات، ها هي الكريمه ديالي واجده كيف كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي البنات رائعه هاد الكريمه صراحه، كتجي مزيونه بزاف وكيجي المذاق ديالها مزيون صراحه. صافي البنات، دابا غادي نحاول نعملها عفوا في هاد الجبن الحلواني باش تساعدني نعمر هذيك القوالب. كيف شفتوا البنات هما قوالب ستيتوين، فيعني ما نقدرش نعمر بمغروفه، ما غاديش يجيني معوطين. من الاحسن غادي نستعين بهذا الجبن الحلواني. بالنسبه للبنات، هاد القياسات هادو اللي عطيتكم ممكن تعدلوهم حتى من وحده عائليه، يعني اللي ما عندوش قوالب بحال هادو صغارين، ولا اللي بغى يعمل واحد تشيز كيك ديال اوريو كبيره. فهاد القياس هذا غادي يجيكم هو هذاك في المول الكبير. صافي البنات، كيف قلت لكم انا غادي نعملو هنا حيت عندي لي مول صغارين باش يساعدني باش نفرغ الكريمه ديالي في هذاك لي مول. صافي البنات، ها هما الكريمه ديالي عملتها في هذا الجبن الحلواني كيف كتشوفوا، وجبت هاد القوالب ديالي من نيفيرا. صافي دابا غادي نحاول نعمر هاد القوالب البنات، غادي نعمرهم حتى الراس، يعني حتى الوجه، لان ما صافي غادي تكون هذه اخر طبقه، ما غاديش نزيدو شي طبقه اخرى.
صافي البنات، هاد لي تشيز ديالي هما دابا واجدين كيف شفتوا بعد ما عمرتهم بهذيك الكريمه وسويت الوجه ديالهم مزيان على شفتوا الطريقه. صافي دابا غادي ندخلهم البنات للفريغو تقريبا واحد 2 ديال الساعات، عاد كنخرج عفوا نرجعوا باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين. صافي البنات، هذا هو التشيز كيك ديالي، ها هو من بعد ما جبدته من الفريغو بحال اللي قلت لكم البنات خليته 2 ساعات تقريبا على هذا الشكل هذا. والبنات شاط لي هذاك الكريمه وشويه ديال البسكوي وعدلتهم حتى في الكيسان حتى هما كيجيو مزيونين البنات في هذا الشكل هذا. كتعملوهم على طبقات، عملتهم يعني 4 ديال الطبقات حتى هما كيجيو مزيونين البنات وكيجيو الشكل ديالهم مزيون بهذا في الكويسات. صافي البنات، بالنسبه دابا ندوزو للطريقه ديال التزيين. بالنسبه للتزيين البنات كيبقى اختياري طبعا، اي واحد يزينهم على حسب الطريقه ديالو ولا حسب كيفاش بغا. بالنسبه لي انا البنات غادي نزينهم بهذا صوص شوكولا، هذه كتباع هيدا واجده على هذا الشكل هذا. صافي البنات غادي نعمل غير خطوط على هذا الشكل هذا. هكا كيف كتشوفوا حتى هنايا غادي نعمل نفس الشيء. صافي البنات، وغادي نجيب واحد شويه ديال الكريمه كانت بقات لي من هذه نفسها هي نيت. صافي وغادي نعمل هنايا، غادي نعمل هنا شويه ديال الكريمه على هذا الشكل هذا في الوسط. غادي نزين بهذا الميني اوريو كيجي على هذا الشكل هذا البنات، كيتباع حتى هو في واحد الطويصه ستيتوا كيجي حتى هو على هذا الشكل هذا كيجي مزيون. صافي وغادي نزوقو بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم البنات التزيين فهو كيبقى اختياري، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. وهادو البنات هما التشيز كيك ديالنا، ميني تشيز كيك كيجيو على هذا الشكل هذا البنات كيف كتشوفوا كيجيو مزيونين صراحه في الشكل ديالهم وكيجيو حليلوين وكيجيو حتى في المذاق ديالهم البنات كيجي لذاذين صراحه. وان شاء الله يا ربي البنات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله لوليداتكم. وان شاء الله البنات نشوفكم في فيديو جديد، في امان الله والسلام عليكم.